للهداف على علامة المروك ها. كانت فيه نقلت لنا بالنسبة للجماهير أزمة تذاكر حول بالنسبة للمنتخب الجزائري. الأزمة لم تكن بالنسبة للمناصرين الآخرين إلا مع الجزائر. ما الذي يحدث بالضبط؟ طبعا نبتعد عن الأخبار المغلوطة، تأتيك أخبار كذلك عبر السوشيال ميديا، انتوا خذوها من الأمور الرسمية. لو فاكر انك شفت حاجة تبقى انت غلطان، ده انا لسه هوريك. زي ما بيقولوا التقيل جاي ورا. دقيقة واحدة وهعليلك الصوت وهفرجك بعينيك وهسمعك فيديو من العيار الثقيل. هي دي الفيديوهات اللي يتقال عليها من العيار الثقيل ولا بلاش. مفاجآت مدوية ورا بعضها افرجك عليها. العملية ما انتهتش على التلفزيون الجزائري اللي قام بإخفاء لوجو وشعار العلم المغربي والراية المغربية لما حب يسرد نتائج المباريات في كأس أفريقيا. لا، العملية ما انتهتش عند هنا، ده انا هوريك الاعلام الرياضي الجزائري وهو بيقول ضرر وبيروج مجموعة من الشائعات من العيار الثقيل. وللأسف شائعات ما يصدقهاش اي طفل صغير. الطفل الصغير مستحيل يقتنع بده. بس الاتقل من كده بقى واللي انا هفرجك عليه دلوقتي اللي عمله الاعلام الاماراتي، وعمل حلقة اسمها كشف الحساب. جاب الشائعات حطها يمين وجاب الحقائق حطها شمال عشان تتحط في عين التخين تأديب وقصف جبهة من الإعلام الإماراتي، وبالتحديد الإعلامي المحترم له كل الشكر والتقدير، وعارف ان كل ولاد المغرب كمان بيحبوه، له كل الشكر والتقدير. فيديو يستحق يتفرج عليه كل مغربي وكل مغربية ويوصلوه لأبعد مدى لكل الناس عشان كل الناس تتفرج وتشوف العالم الموازي بيقول ايه وتعرف الحقيقة. دورك انت مش ان انت تتفرج وبس، دورك ان انت تشغل الاشعارات وتوصل الفيديو لكل الناس علشان يعرفوا حقيقة هذا الكذب. وإن كان الناس مش مصدقة بس برضو في ضعاف النفوس اللي بتصدق، حابين ان احنا نوصل لهم وندعم الفيديو ده جامد جدا عشان نوصل كل حقيقة بتتقال عن المغرب وشعب المغرب الغالي اللي هو كريمة الشعوب، أفخم شعب، نمرة واحد، الفخر لكل مغربي وكل مغربية يفتخر ان هو بيتحارب بهذا الشكل. لان دايما الشجرة المثمرة هي اللي بتتحارب وبيحدفوها بالطوب، لكن لو هي شجرة معطوبة محدش هيقرب لها ومحدش هيفكر انه يأذيها هيهملها. لكن انتوا الشجرة المثمرة الوحيدة اللي في الوطن العربي وفي افريقيا، وبنفتخر كلنا بيكوا. هنتفرج، وقبل ما تتفرج قول مغربي والفخر ليا، مغربي والفخر ليا، وقول ديما مغرب. اذا كانت ديما مغرب بتحرقهم بالشكل ده وبتولع فيهم احنا اسفين. حط لهم اللايك واكتب لهم ديما مغرب علشان يتحرقوا زيادة وزيادة، لان المغرب بتعمل كل شيء خير وناس بتشتغل بجد. عايز تتعلم وتقلدهم اشتغل زيهم وبلاش كلام بنسميه انا اسف يعني كلام قاعدات الشلت بنسميه كده عندنا هنا في مصر، اللي هو قاعد في الفسحة وعمال يتكلم. فده مش كلام ناس بتشتغل. المغرب بتشتغل، اشتغل زيهم. وتعالوا نتفرج على وصلة من الاعلام الاماراتي لتأديب هذا الاعلام الرياضي وبعض الاعلام الرياضي الجزائري للاسف. تعالوا بينا نتفرج. طبعا نبتعد عن الاخبار المغلوطه، تاتيك اخبار كذلك عبر السوشيال ميديا، انتم خذوها من الامور الرسميه او اللجنه المنظمه. التذاكر فيها مشكله، انباعت ولا ما انباعت، لا، خذها من المواقع الرسميه. في مواقع وكذلك لجان رسميه من اللجنه. ما يطلع لك مراسل ياخذ لك لوكيشن شارع فارغ او شارع ظلام، لا، اطلع في شارع محترم في الرباط، اطلع في احياء الرباط في شوارع محترمه. يطلع يختار لوكيشن في الخلف ظلام كأنه في صحراء، لا، اطلع في شارع محترم بين المعلم الجميل في الرباط او حتى المناطق الثانيه. انتم تمثلون قناه رسميه او موقع رسمي. عاط المغرب حقه من حيث الاخراج او حتى الحضور او حتى الشوارع. لا تطلع في صحراء والله انا كمراسل والله التغطيه كذا كذا، لا 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 لا،
اطلع بشارع معين في ملعب معين محترم تدل على النقل الحريص من القناة تجاه هذا البلد، شغالة من سنوات طويلة على هالحدث. أعطي كذلك المغرب حقها في هذا التنظيم، ولا تصدر الأخبار المغلوطة أو حتى بعض يعني الجمل الغير صحيحة من بعض الاستوديوهات أو المراسلين أو حتى المذيعين. هذا عيب. أعطي البلد حقه بصراحة. كنا ندعم المغرب وكنا مع المنتخبات العربية، ولكن الأخبار هذه لا والله زعلنا بصراحة. ليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار، قالها الحسن الثاني. شوف واحد القناه جزائريه اش دارت، كاع دارت الراي تاع المنتخبات اللي لعبوا البارح. شوفوا المغرب ما دارتش الراي ديالها مع مالي. علاش؟ صراحه قالها الحسن الثاني الله يرحمه. شوفوا معي الاخوان على كميه الحقد اللي كاين في الاذاعات في الجزائر. هنا الاخوان دوزين النتائج ديال كاس افريقيا، هنا انغولا زيمبابوي حاط العلم مع النتيجه. هنا الاخوان مصر زائد جنوب افريقيا حط العلم ديال مصر وديال جنوب افريقيا والنتيجه. شوفوا الاخوان هنا زيمبابوي حاطين جوج القمر النتيجه مع العلم. شوفوا الاخوان ملي جاو على المغرب، هنا الاخوان المغرب زائد مالي 1-1 ما حاطنش، حاطن الماروك وما حاطنش علم المغرب. علاش جدك الحقد على المغرب؟ علاش حاقد على المغرب؟ المغرب فاتك 100 عام وما توصلش المغرب. حنا تنقارنوا راسنا مع اوروبا، انت باقي بتي خليك بتي، اختار الله يدير الخير. للهداف كعلامة المروك ها أنغولا يبرونا زيمبابوي مصر جنوب إفريقيا جزر القمر زامبيا المروك وراء المروك مالي. الجو بارد بلال؟ تحية إليك زميلي حكيم وتحية لضيوفك الكرام. بالطبع جو بارد جدا هنا. يلا كانت فيه نقلت لنا بالنسبة للجماهير أزمة تذاكر حول بالنسبة للمنتخب الجزائري. الأزمة لم تكن بالنسبة للمناصرين الآخرين إلا مع الجزائر. ما الذي يحدث بالضبط؟ نقول لنا الصورة كاملة وأنت كنت قريبا من الجماهير. نعم، يبدو بأنه لم يسمعني جيدا. بلال، انقل لنا الصورة بالنسبة لأزمة التذاكر. أسمعك الآن زميلي. نعم، هنا نقلت لنا رأي الجماهير حول أزمة تذاكر مباراة السودان. قبل ذلك الكاف كانت أو الفيفا كانت قالت على أنه كل التذاكر في المنصة الرقمية قد بيعت بالنسبة لمباريات الجزائر. يبدو بأننا أمام أزمة كبيرة هناك. ما الذي يحدث؟ نعم زميلي حكيم، ضمن أنه مشكل التذاكر بدأ منذ مدة قبل انطلاق كأس افريقيا، بما أنه الجماهير الجزائرية الكثير من الجماهير الجزائرية لم يسعفها الحظ للدخول واقتناء تذكرة، سواء المباراة الأولى أمام السودان أو المباراة الثانية أمام بوركينا فاسو، فيما كانت هناك بعض السهولة في المباراة الثالثة لغينيا الاستوائية، وهو ما استقيناه منذ وصولنا إلى هنا، بما أنه الكثير من الأنصار الذين المنتخب الجزائري مش المنتخب المرعب اللي شاهدناه في الفترات الماضية. منتخب خلينا نقولوا يعاني على مستوى الخط الأمامي شوي. ليش؟ المنتخب الجزائري لأنه أهم 3 عناصر اللي هم محرز بغداد بنجاح وعمورة. صح ولا لا؟ صحيح. الأكثر جاهزية هو عمورة، لاعب حركي يهدف. بنجاح بعد الإصابة عملية جراحية مش هو السابق، مش هو عامل السن دخل في 34 35 سنة. صح ولا لا؟ صحيح. إذا رياض محرز شاهدناه حتى مع الأهلي السعودي مستواه تراجع. يلعب على الواقف، يلعب بطريقة اقتصادية، يختفي في المباراة. عرفت كيف؟ هالأشياء هذه ما تنفع في أفريقيا. يا تكون جاهز 100% 150% 200% وتقاتل من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة 90 أم لا؟ لأن كل المباريات مباريات حماسية، مباريات فيها روح قتالية عالية جدا، تحتاج إلى مجهود بدني خارق. عرفت كيف؟ وبالتالي المنتخب إذا كان يفقد أسلحته الهجومية الفتاكة لا يمكن له أن يرفع. منافس ولا غير منافس؟
يعدي الدور الاول ولا ينافس. المنتخب الجزائري طبعا. يعدي يغادر طبعا يعدي وعلى مع المطار. ان الجمهور الجزائري يتامل الف خير على المنتخب كل الجزائري. الجماهير العربيه هيك، ما قلت لك يعدي الدور الاول وبعدها المطار. على المطار أي. دايركت على المطار. نفسه تونس ومصر والسودان. للاسف يعني هذا انا المعاناة. انا يمكن اقول لك اياها، المنتخب الجزائري ما راح ينافس. اسكو الجزائر في حرب مع المغرب وحنا ما على بالناش ولا كيفاه؟ شوفوا هذا الفيديو ومن بعدها نعلق. تعال رميت المروك ها أنغولا يمروك زيمبابوي مصر جنوب إفريقيا جزر القمر زامبيا المروك وراء المروك مالي. هذا التلفزيون الرسمي الجزائرية، كل الإشارات تاع الأعلام تاع البلدان كاينة ما عدا المغرب. المغرب بالنسبة لهم ما عندهاش إعلام، وماذا بهم ما ينطقوش الاسم تاعها ولا الرمز تاعها تتم الإشارة إليه نهائيا. يتسمى قولوا لنا احنا الشعب لقنا نعرفوا على الأقل من باب العلم بالشيء، نعرفوا باللي النظام الجزائري راه في حرب مع المغرب. ما يبغي ينطق اسمها، ما يبغي يهضر على الملك، ما يبغي يهضر على الشعب المغربي، ما يهضر على انجازات، ما يهضر على انتصارات، ما يهضر الصح، ما يهضر والو. من المملكه غينسو يهضروا على المغرب في حاله واحده برك، يستشفاو، يديروا اسقاطات المشاكل والهم كاع اللي في الجزائر، يديروا له اسقاط على المغرب ويقعدوا يهضروا على الدراهم ما كاش في المغرب، ما عندهمش الدوفيز. شوفوا البنيه التحتيه، شوفوا السبيطارات كي دايرين، عندهم الفيضانات، وهو احنا عندنا هذا كلش واكثر منه 1000 خطره، من المدن الكبرى الى الضواحي الى مناطق الظل. بصح ما نهضروش على من نهضروا على المشاكل تاع المغرب، نهضروا على النظام المصرفي تاع المغرب والاقتصاد المغربي، نحاضروا عليها باش نشوهوا لها السمعه تاعها، باش نكرهوا الجزائريين فيها ونقول لهم بلي هذه كاع ماشي دوله، هذه زريبه، في حين انه نتوما اللي زريبه. هذوك على الاقل راهم يستعرفوا